أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات Heaven's Kitchen. النهاردة هنعمل عيش أو خبز خالي من الجلوتين من غير أي نوع دقيق، سهل وصحي وكمان ينفع للي عامل كيتو دايت أو لو كارب دايت، ومناسب لمرضى السكر وحساسية الجلوتين. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنطحن 1.5 كوباية من السوداني المقشر في محضرة الطعام، ونضربهم ضرب متقطع عشان ما يتحولش معانا لزبدة فول سوداني، ونضيف عليهم 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح، ونضربهم كويس مع بعض لغاية ما القوام يبقى كريمي وناعم. ودلوقتي هنحتاج 4 قوالب مقاس 10 سنتي، وندهنهم دهنة خفيفة بزيت الزيتون، وبعدين نقسم الخليط بتاعنا على ال4 قوالب بالتساوي، ونرش رشة سمسم على الوش. وفي فرن متسخن من قبل كده على 180 درجة هنحطهم في الرف الوسطاني لمدة من 20 ل 25 دقيقة. وكده الخبز بتاعنا خلص، من أسهل وأنجح وأحلى وصفات الخبز اللي ممكن تجربوها. ممكن نعمل بيه سندوتشات برجر أو سندوتشات صحية للولاد في اللانش بوكس أو الرحلات. أنا هنا عملت بيه ساندوتش جبنة تشيدر بالطماطم والخس عشان أوريكم قد إيه شكله حلو. جربوه وقولولي رأيكم في الكومنتس، ولو عجبكم ما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان يوصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.